انا مرتبط وبحب حبيبتي جدا وما الانسانه اللي هو يحبها دي هيعرف ان انا صاحبه، بدل ما تعمل اكونت فيك وتخش على الاكونت بتاعه وتجيبه، راحت عامله اكونت فيك ودخلت عملت انا فولو ومسج منها على مسج مني، فاهم؟ وقعدنا بقى على الحال ده توصل له هو في الاخر راحت عامله فولو لواحد صاحبنا تالت اسمه اندرو، جابتني انا وبعد كده جابت اندرو، وفي الاخر لما نزلت له ستوري راحت داخله سالاني عليه، شغلت دماغها ما جابتهاش كده، وهي عايزه تطمنه ان انا سايبها لك الملعب فاضي. قلت له يا محمد انا تليفوني بايظ، فانا قاعده بتليفون نوكيا الفتره دي هي قد ايه يا صاحبي؟ 40 يوم متواصلين. يعني المفروض ال 40 يوم بتقول لي انا تليفوني بايظ وانا مطمن ومن انا حاطط جوايا امان اللي خلاص ممكن في مره الواحد يعني يضعف، والواحد برضو بني ادم لحم ودم وشعر. الايميل ده متكلف من زمان يا صاحبي مصروف عليه وكل حاجه، تحس ان هو اصلا مش فيك، فاهمني؟ بص يا صاحبي اسمه جنجون. جنجون. بص يا جماعه ده الاكونت اسمه جنى محمد. الراجل ده كلمني الساعه 4 الفجر قال لي يا صاحبي احنا بكره هنسافر اسكندريه لجنى. قلت له يا عم اتاكد الاول ان هي مش راجل. الواحد لما يسافر اسكندريه البنت اصلا فيك مش موجوده، خلاص مش قدامكش حاجه غير ان انت تتفسح بقى. قالت لي نتقابل، المهم قعدنا طلبت مانجا وقهوه فرنساوي بقى، فاهم؟ وايه قاعدين رن عليا محمد بقول لك ايه، خش كلم جنى فاهمها الحوار، فاهمها ان انا مقفوش. رحت انا داخل فاتح ريكورد بقول لك يا جنى خش ابعتي دلوقتي لمحمد مسج وقولي له ان انت براحتك، ولو مش عايز يتكلم تاني ما نتكلمش، عشان صاحبتي تبقى فاهمه ان هي كانت بتزن عليه وهو مش راضي يتكلم، واعمل له بلوك. قالت لي حاضر بس ليه؟ قلت لها اعملي بس بقول لك عليه الراجل مزنوق دلوقتي. راحت قالت لي اقول لك على حاجه، انا جنى طلع لي التليفون والتليفون مش بايظ. انا ما رديت، انا عملت كده. قال لي يا صاحبي انا بموت عليه بسرعه بقى ومش عارف اتحرك من مكاني. رحت له يا صاحبي لقيته قاعد عامل كده قدامه قهوه فرنساوي ومانجا الناحيه الثانيه بتاعي، سابته ومشي. قعدت رحت شارب المانجا كلها والراجل قاعد مالك يا صاحبي؟ قال لي طلعت كذا. رحت عامل كده. بنت انا شفتها في حياتي تعمل اللي عملته. لا ده شيء مش طبيعي بجد والله. انا اتخيل انا في حياتي لحد دلوقتي لحد ما كنتش اعرف اعاكس ولا اعرف جالك عقده ده اعمل ايه. اخاف والله العظيم اي واحده او واحد هيخش يبعت لي حاجه سكرين شوت وابعتها لها. الله اتفضلي شوفي اللي بيحصل. انا كنت في الجامعه صاحبي من شويه الراجل ده جالي، في واحده انا اعرفها كانت بتسالني عليه وبتاع، صاحبي جرب عايزاك، قال لي لا قال لي قلبي مش عارف يبص لحد تاني غيرها. فانا بقول لها حقك عليا وانا اسف يا حبيبي. استنى لا قدام الناس كلها والله، يعني حقك عليا وانا اسف، وانا غلطت غلط ابن حرام الصراحه. انا بحبك جدا اقسم بالله. وانا كمان بحبك. بتحبي مين؟ هي تستاهل وانا عايزك تتصل بيها. لا ما واعتذر لها كده قدام الناس. الو الو لا مسامحاني على اللي انا عملته ولا لا خلاص؟ يعني احنا اصحاب طيب ولا مش فاهم؟ انا اصحابي، احنا مفيش بينا اي حاجه خلاص يعني. طب وانا جيت لك واعتذرت لك وايه؟ قول. وانا مش دافع فلوس لك؟ ما حصلش. ايه ده؟ انت هتاكلي وتنكري ولا ايه؟ ما كانتش حاجه اصلا. طيب خلاص عايزين نخلص الموضوع واللي فات مات طب هنعمل ايه دلوقتي؟ طب ما انت لازم تسامحيني. طيب انا دلوقتي اللي المفروض منك اللي انت تسامحيني لازم. طب ممكن بعدين؟ طب ليه ما دلوقتي؟ مش هسيبهم بعد الفطار ودلوقتي كمان. طب ما تسيبهمش بس سامحيني دلوقتي. انا بعتذر لك ماشي، وبقول لك انا ماشي. اسف. ايه؟ ماشي خلاص يعني ماشي ولا ايه؟ مش فاهم. ماشي. طب وبعدين؟ سلام بقى. مش فاضيه لك. طيب كلي انت من كيس وانا هجيلك. ماشي. يلا سلام يا صاحبي، سلام. طب انت اصلا ناوي ان انت تتجوزها او اخر السنه هخطبها ان شاء الله. اخر السنه؟ ده الكلام اللي ما يعرفوش ابويا وامي بقى اصلا. اخر السنه ان شاء الله في 1/1/2025. في سنه كام بقى؟ المفروض ان شاء الله، المفروض دفعتي طالعه ثالثه، انا في اولى بقى. انا هطلع لهم بقى، ما ان شاء الله انا هطلع لهم. هتخطب ايه؟ هتروح تقول لابوها يا جدع انا كنت عارفها، انا عارفها اصلا وهي اصغر مني، فاحنا بقينا في نفس السن. طب هتروح تقول لابوها؟ هروح اقول لابوها يا عمي انا ساقط ومش معايا شقه، هي بتزن على الشقه كتير، انا مش معايا شقه معيش عربيه ولا معايا ذهب. فانا اروح له بقى ازاي؟ دي حاجه بتاعت ربنا. ده بجد والله بجد. مش هيوافق. انا هروح اتقدم لها عادي، اقول لها انا مش معايا شقه، اجرب حظي عادي، بس انا معايا فلوس ما شاء الله، يعني ان شاء الله هيبقى معايا فلوس الدهب قريب يعني. تمام، هعمل فلوس الدهب واروح لها واعمل اللي عليا. رفضوني هعمل اللي عليا تاني واروح تاني، والله بموت فيها. ولو خنتها خلي بالك دي مش خيانه، انا اصلا ما خنتهاش عمري غير مره بس، سميه. والله لا بجد سميه، وسميه دي كانت واحده هي اللي مكلماني والله، واحد صاحبي هي عارفه برضو؟ هي عارفه وقفشتني. انت فاكر اللي هي واحده بالذكاء ده مش هتقفشني؟ دي واحده بالذكاء ده والله العظيم عارفه انا بعمل ايه دلوقتي، وهي هناك عارفه، هي بتصنت عليا وانا في الجامعه، بتصنت عليا في البيت. كلمت امي وابويا من ورايا وكلمت اختي من ورايا خليه قاعد في المدرج تقول له افتح السبيكر وقول لي بحبك يا شهد في قدامي عشان اعرف الناس البنات اللي حواليا. انا مرتبط. شفت بتقطع عليا ازاي؟ بتقطع عليا بس عادي، انا مسامحها عشان انا بحبها والله. خلاص. هو مين فاطر فيكم؟
ما حدش فاطر فينا. اقفل على الموضوع ده، ما فيش حد فاطر فينا عشان احنا زي الفل انت وتمام. فاطر يا صاحبي، لا انت فاطر يا عم. فطرت على ايه؟ يا جدع فطرت على ايه؟ بقول لك انا ما فطرتش، انا ما بشربش سجاير. اشرب سجاير ولا في جيبك. بس يا محمد طلع بس يا عم، انت هتقطع الموضوع ده. لا الصراحه انزله. هتنزله؟ قلت لك ما تفطرش. ليه؟ طب فطرت بجد؟ انا ما فطرتش، هو اللي عايز يفطرني. داخل لي الجامعه وانت بتاكل شوكولاته. طب ما انت فيها كنت بسكوت. بتقابل بنات في الجامعه، مش فاطر؟ ايه؟ 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 ايه صح ولا ما حصلش؟ حصل. بس ما عملتش حاجه. ده قابل بنات وبعد كده قابل هوبا أنا لا انا انا كده انا هقول عشان لازم اقول. محمد عمرو قابل بنات، فهو لما قابل بنات جات له بنات تاني، المفروض ان هو متفق مع بنات تاني تجيله في نفس الوقت، فهو عايز يقلب البنات اللي معاه، فهو جايبني من بيتي عشان اقلب له البنات اللي معاه، امشيهم له واعرف اخلعه منهم. هو قابل بنت. قابل بنتين. هو مرتبط بالاثنين ولا؟ لا مش مرتبط اصلا، هو ما اصلا برتبطش بحد، محمد- أنا ما برتبطش محمد بحد. ما برتبطش. انا اللي مرتبط معاه الحمد لله يعني. انت في حياه بؤس في حياه بؤس. والله، بؤس ده عذاب، ده انا خليني بطولي كده يا صاحبي، حر ملك زماني، قابل دي انا أشرب ملك معايا. زماني، انا ملك زماني عشان هي معايا. لا بجد والله، انا ملك زماني عشان مع واحده زي دي بس. هيجي في وقت هتبقى عايز تستقر. لا اسمع مني. اسمع بس مني، اللي اتبكس مره هيفضل طول عمره متبكس. ويوم ما يقع على واحده يقع على واحده بتتبكس. عايز الاقي حل لرجلي. فقر والجدعنه والحمد لله حد كده وزي الفل. حد بيخش الجامعه كده وبيقابل بنات كده، مش فاهم ازاي يعني. لا بيقابل بنات وجايب صاحبه كاجوال احسن منه ويقطع عليه. انا مش فاهم بجد ايه الشبشب ده؟ ايه الشبشب ده؟ ده جيب أديداس. الشبشب بقى. بص يا صاحبي، انا مقاس رجلي 46 47، فانا عشان البس اي حاجه زي الناس صعب. انا حلم حياتي البس كوتش فلات زي ده كده، نفسي، ما بعرفش اعمل كده. الحاجه الوحيده اللي بتيجي مقاسي هي الاوريجينال، وانا جبت في حياتي مره واحده بس اوريجينال ومش هكررها تاني. فانا حياتي كلها بالشباشب، بروح الجامعه بالشبشب وبخرج بالشبشب، مثلا مع اصحابي بالشبشب والقهوه بالشبشب. لا وبتروح البيت بحاجه ثانيه مش بالشبشب. بيت ايه؟ خلاص بقى، ما بوش واي حد عارفني عارف ان انا والشبشب. محمد ايه ده؟ لا باولو ايه؟ هما فين اللقاء ينزل؟ طبعا. بس هتقي جامد. كده كده. نسيبه ايه؟ انا عارف. لا ده احنا بنهق على نفسنا، مش هنهق علينا، مش في الراجل ايه؟ فداك اصلا. اللقاء لو نزل. لو نزل انت عندك استعداد ما تنزلوش؟ لا هينزل ان شاء الله. لو لقاء نزل ما ينفعش ما ينفعش يتمسك.